مرحبا بكم في بودكاست انطلاقة، حلقة جديدة، حكاية جديدة وتجربة جديدة. قصة نجاح. معنا شاب اليوم اختار انه يصنع فرصة بيديه. نحكيو على مؤسس ستارت اب هاش ايكوفيرم، كل ما يخص الفلاحة المستدامة واحترام للطبيعة. المشروع هذا بدأ بخطى حثيثة واليوم قاعد يلقى في صدى للنجاح. سعيدة جدا بحضنا المؤسس واللي هو هادي عمري، شاب من شباب جيبس. مرحبا بك هادي. عسلامة، مرحبا. شكرا ليك على قبول الدعوة. يعيشك. يعطيك الصحة على تعمل فيه الكل. يعيشك. قبل ما نبداو نحكيو على البروجي خلينا نعرفوا شكون هادي. هادي عمري من جابس، 30 عام. عندي ليسانس في الدروا بوبليك، كوميرس انترناسيونال، اختصاص كونفلي ماريتيم. ومؤسس شركة هاش ايكوفيرم الأعلى في البديل. واضح. دونك اليوم نحكيو على شركة لقات خطى مشيت بدات تمشي بشوي بشوي في 4 سنين. انت في فيفري هذا ان شاء الله نعملوا عيد ميلادنا الرابع. وقتاش؟ هو 28 فيفري. ما احنا ديما نعملوا كل عام نعملوا ديجا في عيد ميلادنا. معنا اللي يتبعوا فينا في الريزوسيو يشوفوا انه من اول عام راح نحتفلوا بالعيد ميلاد نتاع تاسيس الشركه نتاعنا. فيفري هذا ان شاء الله نسكروا العام الرابع، والحمد لله معناها فما في كل عام خير من عام، وماشيين في الخطى اللي احنا رسمينها من الاول ان شاء الله. مشروع فلاح، نحكيو على الفلاحه المستدامه، احترام للطبيعه، صديق للبيئه. منين جاي الغرام بالفلاحه والبيئه هذه؟ هو الغرام بالفلاحه موجود من قبل. معناها في كل حالات يعني بوبايا فلاح، عندنا غابه، عندنا كوري. بوبايا في الاصل معناها من يوم الدنيا هذيك خدمتها معناها فلاحه. وانا معناها اللي جاني نحب الحيوانات. ما كانش البروجي جي بطبيعته، بعد جي بالبزوان بالمشاكل اللي صارت لي في الباركور تخلقت فكره البروجي. مي في الاول جوست انا نحب العلوش، معناها هذا الكائن المفضل عندي عادي. ولكن نلقى علوش تو خليكم نخرج نشيل العلوش. فهمت؟ دونك العلوش هو السبب. الفكره جت من العلوش. شو معناتها واضح. باهي. دونك شنو كيفاش قبل ما نبداو شنو المشكله اللي لاحظتها اللي هي موجوده خليتك تخمم انك تحل يوم هاش ايكوفيرم؟ هي هاش ايكوفيرم ما جتش من مشكله مباشره. باهي في سنين الكورونا بلاد كلها تسكرت. كنت نخدم في مؤسسه خاصه في تونس العاصمه، ومن بعد قررت انه علاش يا اخي العباد حتى فوق السطح نتاع دارهم يربوا في حاجه ويعملوا في بروجي. فما بالك انا عندي كوري كامل على ذمتي فارغ. باهي دونك بوبايا عنده كوري معناها مفرغ وعنده سنين ما يستغلش فيه، وعندنا الواح الغابة معناها. وروحت بك الفكرة متاع انه كورونا والدنيا مسكرة، خليني نعمل غرامي على الاقل حاجة اللي انا نحبها اللي هو انه نربي العلوش. كان عندي البيدجي، روحت بالبيدجي هذاك في مخي، خليت منها مثلا 70% مثلا شريت منها الروس متاع العلالش اللي حاجتي بيهم، و30% على اساس دساتة باش نصرف بيهم على 4-5 شهور هذاك تسمين لين يجينا العيد. ونبيعوا نحسب معناها في حسبة هايلة جدا، معناها باش نبيع باش نشريهم بكذا، نصرف عليهم كذا، ونبيعهم بالسوم الفلاني، وبرشا فلوس في 6 شهور. حصيلوا ما كانتش هذيك الريزولتا. انه حتى جي العيد وبعنا ما با الفلوس اللي صرفتهم ما رجعوش. العام اللي بعده ما ايستش، ما عادش عندي حل. الكورونا ما زالت تمشي، ولاني باش نعاود نرجع لتونس باش نعاود ندبر خدمه من الاول وجديد، ونشوفوا هذا العلوش شنو اللي خلاه يخسرني. على الاقل نرجع فلوسي منه يا سيدي. عاودنا العام الثاني عاودت، واني نعرف شنو هي المشاكل اللي صارت. وقتها بديت نكتشف انه تونس فيها مشاكل نتاع الفا. انه انت راهو اليوم الفلاح التونسي راهو ماهوش اذا كان ماهوش قاعد يربح. مي هو علاش شنو ماهوش قاعد يحسب هكا، علاش ماهوش فاهم اللي هو ماهوش قاعد يربح. فهمت معناها؟ راهو مش على خاطر هذاك اكتشفت انه الفلاحه كل خاسرين. جيت انا عايشين وكا هو انا عايش، هو عنده دي سورس اخرين يجيب منهم في الفلوس وشاشيت هذا على راس هذا. مي ريالمون كي بشدوا ورقه وستيلو ونحسبوا انه البروجي دونغريسمون ولا ليلفاج ولا كش تربي مع تعمل حيوانات اللي هو راهو براتيكمون شركه معناها انت عامل بروجي لازم يكون رونتابل، فيه راس مال وفيه كذا وفيه مرابيح ويغطي لك المصاريف نتاعك. لا بالفاصون التقليديه راه ما فماش. وقتها فهمت انه فما مشكله في تونس فيما يخص الاعلاف. بالزهر جوش سنوات الجفاف بزهري اللي باط القرد كانت 7000 ولات ب 30 دينار. جت حرب اوكرانيا، سمحنا ورقدنا ما فماش عارفه. باهي والهادي عنده العلاليش وهات شنو باش نعملوا. باهي
دونك شنو هو هاش ايكو فيرم للاعلاف البديله بالضبط؟ واضح. اللي يسمع فينا ينجم ما يفهمش شنو هو بالضبط. هي تعرفوا المشروع هذا شنو؟ واضح. المشروع هذا سنعطيك كيفاش جي. أي. انه بعد العام الثاني كعاود معناتها ميتريزيت بيان انه شنو هو المشكله في السوق. وليت براتيكمون ما عنديش حل، راهو عندي بيجي معين لازم نصرف على العلاج، والبقيه لازمني نجيب لهم ماكلتهم بلاش. بلاش كيش معناها بلاش؟ انني نفالوريزي الموجود في الواحه. الجديد، القصبايه نتاع النشعيه، نشوف كيفاش التمر معناها. بديت نعمل في لي ريشيرش، بديت نسهر معناها في الليل في اليوتيوب نشوف شنو هما لي تكنيك اللي يستخدموا فيهم العباد ولا الدول المجاوره في كل ما هو الفاج وكل. هني دي جوست الهدف نتاعي باش نوكل الشبتال اللي عندي، معناها القطيع اللي عندي، فماش فكره بروجي. فهمت لي تكنيك دو فالوريزاسيون، عرفت انه نجموا نعوضوا الشعير بالتمر، فهمت انه راهو نجموا نعوضوا كيف القرط بالجريد ولا بالقصبايه نتاع اللي موجود في جابس اللي ينبت في النشاع، ونحش ونقص بالساطور. ما عنديش لا ماكينه لا حتى شيء، نعمل فالوريزاسيون معناها مانيوالمون بالساطور. يعني الغرض لو المره كان فقط باش تشبع اللي عندك ونرجع فلوس الناس اللي متسلفه وترجع فلوسك. بالضبط. كملنا السيزون هذيك، رجعت مثلا الفلوس اللي صرفتهم رجعتهم بلاش هامش ربح، حاجه خارقه للعاده. العام الاول ما رجعناش فلوسنا، العام الثاني رجعنا فلوسنا قد. دونك بدينا فهمنا الحل وين موجود، بدينا نفهم شنو احنا. اونتر طون جي بروجرام معناتها جي بروجرام لتشجيع المشاريع الفلاحيه وكل شيء. قيدت فيه بارازار، ما كانش عندي فكر انه فما شكون نجم يجي يعطيك فلوس ويعاونك معناها باش تحل بروجي، ما كانتش موجوده. جي بروجرام تراس قيدت فيه، قبلت. كان في مخي باش يعطوني نعجات وعلالش مره اخرى قطيع بالضبط باش ناخذ قطيع، وماشي في بالي توفى فميك الحكايه. رئيسة المشروع السيده سماح عماره نشكرها جدا، معناها لها عندها فضل كبير عليا، معناها هي صاحبه الفكره، هي اللي زرعت فيا الفكره، هي اللي شافت فيا انه نجم نكون صاحب مشروع ولا نجم نكون جيران وعندي مؤسسه، معناها مش جوست فلاح صغير ولا عندي قطيع. باهي قلت لي انت اكبر من انك يكون باش نعطوك باش تاخذ شبتال ولا باش تاخذ قطيع. خمم في الاندستري، خمم انه يكون عندك اندستري دو فالوريزاسيون دي ديشي، وزرعت فيها الفكره هذيك، ومن هنا جت فكرتها شيكو فير. باهي وتوكلنا على ربي وبدينا. دونك شنو هو اللي يميز المشروع اليوم على الفلاحه التقليديه؟ خاطر يقول القايل هيجي كان كيما ألف فلاح تقليدي جوست فقط تعطيه يربي هك القطيع اللي عنده، يوكله ويشبعه باش يدخل على الاقل شويه معناها يربح شويه فلوس. اليوم تبدلت الحكايه كاريمون. شنو هو اللي يميز المشروع هذا على الفلاحه التقليديه؟ هو في الاخر ماهوش باش نسموا على الفلاحه التقليديه، هو شنو احنا اللي جينا به هاش ايكو فيرم الاعلاف البديله، انه اليوم راهو معناتها بار اوبليغاسيون لازمنا الفلاح لازم يكون واعي انه ما لازمش يعتمد كان على الطرق التقليديه ولا على العلفه التقليديه اللي معتمده فيها الدوله اساسا على الاستيراد. احنا العلفه اللي نعرفوها اليوم في تونس بلاد ماناش منتجه، العلفه الحبوب والسيريال نستوردوا فيهم الكل. باهي وفيهم اوبليغاسيون كبيره معناها ويجوا تحت برشا شروط، وفي نفس الوقت الدوله كانت تدعم فيهم. معناتها في السنين الاخرانيه الدوله بدات ترفع في الدعم هذا اللي خلق مشكله، والمشكله هذه تنعكس ديريكتومون على المواطن. اليوم قبل مثلا موضوع العلفه كان ما يعنيش مثلا نجي العبد عادي ولا طبيب ولا معلم يقول لكش مدخلني في العلفه، ما يعنيش اصلا الموضوع. اليوم لا يعني، على خاطر وصل كيلو اللحم ب 60 دينار ماهوش لاقيه، حاره العظم ب 2000، لتر الحليب اللي هذوما راهو ديريكت تحب ولا تكره ديريكت معناتها كيلو العلفه راهو اللي يتحكم في سوم معناها اللي باش يستاهل كالمواطن. معناها المواطن ولا يتاثر بطريقه مباشره واضح. دونك هنا ولينا بار اوبليغاسيون. والفلاح زاد اذا كان يعتمد الطرق التقليديه، والفلاح ولا معناتها ولا مسكين في شنو يواجه؟ ولا يواجه في الضغط الشعبي، انه الشعب اليوم كي يلقى كيلو اللحم 60 دينار ماشي في باله الفلاح استغنى. ماهوش صحيح، هو الفلاح يبيع لك ساعات ب 60 دينار وب 80 دينار ماهوش خالص، على خاطر كيلو العلفه يوصل 15%. باش كانت العلفه توصل 70 و80 دينار، بالك القرط كيف من غير برشا مشاكل اخرى مربوطه بالدويات. وحتى القطيع اليوم وصلنا في مرحله ما راهو القطيع ما عادش موجود في تونس ما عندهاش قطيع. علاش الغلاء اليوم اللي موجود في مثلا اللي لحظه المواطن في العيد يمشي في باله هو كي باش يشري من الفلاح علوش بزوز ملايين، وكانه الفلاح هذاك زوز ملايين في جابه تيلات، هو على زوز ملايين مصورش 200 دينار في الراس، هذا كان اصورهم. فهمتني كيفاش؟ دونك من هنا تخلقت الفلاح ولا بار اوبليغاسيون، هو اصلا باش يضمن مش باش يكبر في الهامش الربح نتاعه، باش يضمن ربح من اصله. معناها لازمش يعتمد على العلفه التقليديه اللي الباز نتاعها كلها دي برودوي معناها امبورتي من الخارج، الشعير والكتانيا والنخال. من هنا جت فكره انه نشوفوا شنو هما المواد اللي يعوضونا المواد هذه، يكون عندها نفس المصدر معناتها تعطينا نفس المنفعه. وجت فكره الاعلاف البديله.
الاعلاف البديله هذه اليوم قاعده تتباع في الاسواق للفلاحه؟ بتبيع الفلاح اليوم. كيفاش الاقبال نتاع الفلاح؟ الاقبال خارق للعاده، معناها هني قلت لك الفلاح ولا عنده هي المنقذ، معناها ماهوش يختار، هو مجبر انه يتعدى بالاعلاف البديله. الثمن نتاعها الثمن اقل بالطبيعه من الاعلاف التقليديه، معناها لي زافونتاج الثمن اقل وموجود 24 اور وزيد ناخذوا من عندنا من هنا، معناها ما نستوردوش، بالعكس احنا موجوده في البيئه نتاعنا. نخفف العبء حتى على الدوله من ناحيه التوفير كالضغط اللي كان موجود نتاع الشعير وعلى الثاني ينقص شوي. والفلاح حتى نهار اللي يلقى الشعير والثانيه متوفره باروبليغاسيون يعاون بطرف من الاعلاف البديله باش هو اصلا ينقص الهامش، معناها ينقص معناها في الكوم تاع البرودكسيون باش يضمن الراحه، هامش ربح على الاقل محترم وينجم يخليه يواصل في المهنه. فما يمكن استفهام صغير حول كيفاش تنجم توازن بين الانتاج وبين حمايه البيئه او ميم طون؟ هو في النهايه احنا اللي نعملوا فيه اليوم الاعلاف البديله هي منش متاتيه. اختصاصنا احنا اليوم كهاشي كفانا في الاعلاف البديله احنا نثمنوا في مخلفات التمور اللي جينا من جابس من قبلي من توزر من الواحات الكل. باهي التمور هذه قبل معناتها كانت ما كانش عندها استهلاك، اذا كان ما تقننتش في الاطار هذا تمشي معناها في الاخر باش تقعد في الطبيعه، يعني اللي تنجم تضر بالطبيعه وكل شيء. تاثيرنا البيئي معناها اوتوماتيكمون على قد ما احنا معناتها على قد ما وفرنا برودوي الفلاح على قد ما كان عندنا امباكت انفيرومونتال معناها بالتوازي. هذا اللي الشيفر نتاعنا معناها تحكي عليه. الحمد لله معناها اليوم وصلنا لمرحله انه الامباكت انفيرومونتال نتاعنا راهو ريال ملموس، معناتها ملموس بدي شيفر محترمين جدا على كل كعبه معناها دقله تخرج معنا راهو عندنا امباكت على الانفيرومون. واضح، حاجه مزيانه على الاخر، حاجه خارقه للعاده. معناها اليوم ما نوصلوا نحكيوا على شيفر والامباكت انفيرومونتال المضمونه الا ما واجهنا صعوبات في البدايه. دونك نرجعوا شويه لتاني ونحكيوا شنو اكبر صعوبات واجهتك في البدايه؟ السوق، العقليه، التمويل، شنو اكزاكتومون؟ خاطر حبينا ولا كرهنا النوسيون تاع الاعلاف البديله جديده شويه في السوق. شوف الصعوبات مربوطة بأي إنسان اليوم يحب يحل ستارت اب في تونس راهو باش يلقى قدامه شكار كبير نتاع صعوبات. باهي منين باش نبدو؟ يمكن أول مرة 90% ما باش تلقى حد من بيك ساعة حتى داركم. باهي الناس كل تعتقد أنت شنو قاعد تعمل، شنو هذا اللي تعمل. تعودنا مسمار في الحيط على خاطر بالضبط. نخاف. في معناتها الصعوبات تبدا من الانفيرونمون ولا من لونتوراج اللي انت فيه. الناس كل في الاول تستغرب، لا وش تعمل انت، شنو اللي قاعد تعمل فيه، وزايد ما عندك وين توصل. الجمله هذه سمعتها برشا. باهي كنت ديما ندخل منها خال باهي مثال اش نعمل اللي في راسي المهم في الاخر ما عندي وين نوصل. باهي بعد نجول العقليه. باهي حتى وانت تولي تمشي فك الدروجه ذاك طالع درجه باش تولي تواجه فينا في حاجات اخرى. تواجه في اللي ماشي في بالك اللي انت لو فات عندك باتين او حال شركه على انت راس مالي متعجرف معناها عندك الفلوس اللي هي ما هو صحيح. نواجه العقليه نتاع الخدامه اليد العامله اليوم في تونس مش متوفره. معناها في مخ انت اليوم راهو احنا الستارت اب والا الشركات الناشئه اللي بادين بامكانيات بسيطه جدا. باهي نلقوا رواحنا نواجهوا في انه باش نلقوا ايكيب تخدم معنا راه نواجهوا صعوبه كبيره، خاطر هو العقليه اللي تزرعت في عقليه المواطن اليوم عموما مش كان في جابس. معناها ديما في مخه هو شركه خاصه معناها استغلال، معناها هو يدخل في برشا فلوس وما يعطيش فيه اللي ماهوش صحيح. خاصه معناها انت اليوم ما نتصورش كون مازال ينجم يستغل الانسان يخدم معاه، ما نتصورش. الناس كل ولد فايقه وولد فاهمه وكل شيء. ولينا طالبين من العباد اللي باش تخدم معنا هات انت خلصني معنا بالحق اخدم معايا واللي تخدم معايا خلصني فيه. معنا البار كونتر اللي معناها الكونتر بارتي اللي باش نعطيه لك زعما يكون عطيتهولي انت، فهمت. هذه الاكبر من اكبر الصعوبات ان نعملوا ايكيب. باهي في الثانيه من هارت اللي تحل اللي توصل للنقطه اللي مثلا اللي وصلنا للنقطه اليوم. معناها كي نقول لك اهم اشكاليه هو الايكيب راهو اليد العامله معناها ليكيب. انك اليوم كستارت اب باش تعمل معاك ايكيب. انا نقول لهم ديما نحاول في شكون يخدم معايا مش يخدم عندي. واضح. يخدم معايا هات نخدم مع بعضنا. لا مثلا صعيب كلهم يخمم بعقليه مسمار في حيط. يحب يجي يضمن بحذاك شهريه باهي وحتى كي يبدا يحسب حسابات يحسبوا بالغلط. اما نقول لك احسب بالصحيح ما يصيرش تو نقسموا في الاخر. لا
الله غالب ما نجمش اللومه، خاطر هو تربى في عقليه نتاع لازم يشد بلاصه في بوسطه في بنكه في فهمت في وظيفه عموميه ناخذ شهريه راس الشهر وباقل ضغط وباقل ارسلمون وما فماش ريسك. اللي في الانتربرونيا راهو 100% ريسك، 99% ريسك، لازمك تريسكي. يلزم مونتاليتي خاصه شويه اللي هي الاستقلاليه، ونخرج شويه على نورم اللي متعودين بهم باش نجم نخدم في دومين كيما هذا. معناه كيفاش المعاملات في هاشيك وفيرم، كيفاش ليكيب، كيفاش لامبيونس، الجو، احكي لي. والله الجو بالنسبه لي انا معناها كوفاوندر ديما نحرص انه يكون الجو باهي، مي انه في الثنيه باش نوصل نلقوا ايكيب معناها هو الجو منين يجي من المجموعه، راهو وحدي ما نجمش باهي. يمكن اني اسرتان نيفو نمتاز اني نقول لك الهادي صعيب في حقي اسرتان نيفو باهي انك تخدم. انا احنا نقول لك لازمك تخدم معايا ماكش تخدم عندي باهي، انه نوصلوا للمرحله انه نكونوا فاهمين احنا علاش موجودين هنا، انه راهو نحلموا نكملوا نحلموا الحلم مع بعضنا. فما شكون يقول لك اني مانيش مستعد نحلم معك في الاخر يا اخي شو مدخلني فيك، نحب ان يعطيني حاجه مضمونه وما يهمنيش في صحيح. هو راهو ما نجموش نلوموا خاطر لي دو بارتي عندهم حق. انت تخمم كانتربرونور مستقل، عندك شركه وعندك فيزيون وتشوف في احلام وطموحات. العباد الاخرى عندها عائله تحب تسترزق، تحب مسمار في حيط. دونك لهنا ما نجموش نلوموا، يمكن نجيو نلوموا ونعذروا، فيلزم يمكن نحاولوا نصلحوا، نحاولوا رحله البحث متواصله على ايكيب تنجم تفهم لونفيرونمون تاع لونتربرونيا. فشنو هي اكبر غلطه تعلمت منها اليوم؟ اليوم في تونس مش بالسهل، راهو من ستارت اب مش في نهار وليله باش تقنع العباد باللي انت تعمل فيه. وعلى 20 ستارت اب راهو في الاخر فما كعبتين باش يكملوا، مش الناس كلها عندها راي الفكره فريمون الافكار راهي باهيه ومحلاها وكل شيء، مي مش كلنا ما نكذبوش على بعضنا، هذيك الحقيقه. بريمون السيبل التونسي صعيب برشا، الايكو سيستيم صعيب برشا، الاداره التونسيه صعيبه برشا، معناتها هذا ما نجموش نغطوه. راهو باش تاخذ رخصه يحب لك عامين، معناتها النظام الاداري ياسر معناها معقد وطويل، فما برشا شروط، فما برشا الزامات، مش الناس كل قادره توفر الالزامات هذيك الكل. صحيح ساعات مش الفايده يكون عندك فكره بروجي طياره، راه كيفاش باش ننفذها، كيفاش باش نحافظ على الديمومه والاستمراريه. واضح هذا الديفي. ديما اللي كما قلت لك نرجع ديما نوصي اي باعث شاب احلم. الحلم راهو ماهوش بالفلوس، احلم ما تقولش على حتى حاجه ما نجمش نوصل. اللي اني فيه اليوم، اللي فيه هاش ايكو فيرم اليوم، من غير ما نحلف معناها راهو من نهار اللي حليت ومتصور فيزيون اكبر من اللي اني فيها بياسر اصلا معناها. وفما للوا داتراكسيون وصيكم بيره وحاجه مجربه هي من عندي، اخدموا به، حط هدف بغض النظر شنو باش يصير في الوسط. برشا مشاكل بيصيروا لك، برشا عراقيل، مي ناكد لك راهو باش تتجاوز طونك انت في ثنيه صحيحه وعارف شنو قاعد تعمل. واضح. دونك اللي تحكي عليه الكل المصاعب والعثرات والتشالنج والديفي اللي قابلوك في الثنيه الكليكا، جاي بعدهم نجاح، جاي بعدهم لذه. هكا استطعمنا بلوز او موان، ميسالش نقولوا ما وصلناش الحاجه اللي حاجتنا بها، لكن استطعمنا النجاح. النجاح هذا مكلل معاه بجوائز، وربحتوا جائزه الاولى في تونس ضمن برنامج بوست امباكت باي بارتنر امباكت من بين اكثر من 60 ستارت اب. شنو كان احساسك وقتها؟ احساسي فخور، فرحان؟ هو توقعت ما توقعتش؟ متاكد. ثقه في النفس. ايوه اكل اللي نحكي لك طرفه صغيره. نوجه تحيه للاماني منصوري المؤسسه نتاع دبشي لو تعرفاها. فما مره تقبلنا، فما مره كان فما بروجي يكون هي طرفه ما نحب نحكيها. معناتها فما بروجرام يمول معناتها يعاون المشاريع الخضراء الجرين، معناها الجرين ستارت اب. اللي شجعني باش نقيد في البروجرام هذايا، لقيت معناتها الدفعه اللي قبلنا كانت فيها اماني، معناها اماني منصوري معناتها ستارت اب دبشي. وقت اللي قيدت قلت لهم يا اخي اذا كان عاد اماني جرين معناتها هي تعمل كوليكت نتاع الدبش المستعمل وكله تصنفت على كونها جرين. قلت لهم اذا كان عاد اماني تقبلت بكونها جرين انا اقرن منها. فهمتني راني اقرن منها برشا. اكزاكتومون. مشينا على الطرفه هذيك، معناها انه بالحق اليوم الامباكت نتاع هاش ايكو فيرم معناها انفيرونمونتال. وقت اللي فيزيني اني اي بروجرام يشجع المشاريع اللي
تحمي البيئه نكونوا بكل معناها ما نقولش بكل غرور مي بكل فخر هاش ايكو فيرم اليوم الاعلاف البديله نقول لهم ديما هي سوسيتي دو فالوريزاسيون وحنا نمثلوا الاقتصاد الاخضر في البلاد ونمثلوا ليكونومي سيركولير وعلى خاطر اللي نحكي فيه ماهوش حديث ريال على خاطر ماهوش حديث ماهيش ارقام نقول فيها فيك معناها ما نجي قدام باير نبدا نعطي في ارقام خياليه اللي هي انجازات غيري معناها ولي نعمل فيها فهمت دونك هذا هو اللي يخلينا ديما متاكدين انه ان شاء الله في كل بلاصه باش نقدموا لها ولا مسابقه باذن الله نراو البلاصه الاولى رالينا احنا مش على خاطر غرور ولا نحبوا نفكوا لا خاطر بلاصتنا خاطر ما ريناش كونكورونس ريال موجوده معانا معناتها لي شيفر اللي نعملوا فيهم ريالمون ما نعملوا فيهم كان احنا واضح اللي كل غرور ما يسالش هذا اللي خلاها شيكو فيرم تتميز دونك كي نحكيو زاد على التمثيل الدولي اللي هي تشينج ناو باريس 2026 اليوم باش تمثلوا تونس دوليا في باريس ان شاء الله كيفاش تشوف المسؤوليه هذه غاديك كي نقول لك المسؤوليه كبيره واضح خاطر باش نلقوا رواحنا مع شركات اخرى عندها الامباكت لونفيرونمونتال يعني ما وصلت معانا للليفل هذاك لما كانت عندها نفس الديفي اللي كانت عندنا احنا ان شاء الله نمثلوا تونس ان شاء الله يكون نصيب باهي ان شاء الله نتحصلوا هذيك زاد على المرتبه الاولى على شلاء وعندي ثقه باذن الله باش يكون عندنا صدى باهي وباش نمثلوا تونس احسن تمثيل ان شاء الله. شنو الرساله هيك اللي تحب توصلها على تونس والمشاريع الخضراء؟ انه راهو تونس وعلى تونس الخضراء هي تونس الخضراء تونس الخضراء معناها بيتم معنى الكلمه هذه لازمك تقولها غادي راهو جرين تونيزيا فما الرساله اللي نحب نقولها انه فما اللي جان ولا العباد اللي في عمري وكل يقول لك لا تونس ما فيهاش امل نحرق خير ولا نعيش ولا كي تسافر البر علاش مروح والله يعني من تجربتي الشخصيه تونس زاد فيها امل المشكله ديما فيك انت ماهيش راهو في البلاد ولا في البلاصه انت تنجم فما ناس تعيش البرة وحرقت عندها 10 سنين وما عملت حتى شيء فما ناس سافرت غاديك زاد ومشت بدي كونترا وكل وفشلت علاش مش مربوط بالمكان راه مربوط بيك انت بارادتك انت حتى تونس فيها ناس ناجحين فيها ناس ناجحين فيها مشاريع ناجحه وفيها رجال اعمال وفيها عباد تعمل في المليارات وفيها عباد عامله مشاريع ما شاء الله معناها ديما نقول لك المشكله في العقلي اللي باش نوصلوا ان شاء الله احنا بيه غاديك باش نقولوا انه راهو تونس زاد قادره تجيب عندنا شباب زاد راهو ينور الوجه واحلم الحلم بلاش هذا هو ألف خاصة من غير كريدي من غير كريدي اللي دركت الأمر عم نوصيكم أكبر يكون عندك وقتاش نتوجهوا للميكرو كريدي كي يولي أنت عندك راس مال خاصة في التجارة خذ ما أنت التاجر عندك تدور في تحت يدك 100 مليون يا خويا خذ ميكرو كريدي زيد 50 لقى جاتك صفقة مساعة سلعة أخرى خذ منهم ميكرو ما تاخذ 50 مليون ومن برا زيد دورهم وكذا وأنت ضامن اللي أنت سي ديجا عندك فلوس تدور اما انت ما عندكش وتمشي الميكرو كريدي ما يرحمكش من بعد وباش توصل معها النقطه معناها ما ماكش قليل لها حساب اكزاكتومون الجوائز هذه اللي حكينا عليها واللي ربحتوها واللي باش تمثلوا تونس على شيل انترناسيونال شنو تمثل الشاب اليوم والا كيفاش نجم تشجع العباد باش تبادر وخاصه الشباب اللي ازيتي وخالف الجوائز هذه كيفاش نجم تشجعكم هيك نشجع الشباب ونقول لهم راهو اليوم في تونس فما ايكو سيستيم يعاون لي ستارت اب ولا الشباب اللي يحب يحل شركات صحيح فما عراقيل من ناحيه معينه مي زاد فما امتيازات كبيره من ناحيه اخرى اليوم لي باير دو فون موجودين في تونس معناها من الشمال للجنوب باهي ينجموا يعاونوك لو فات تكون انت وفرت زاد اللازم اللي باش يعطيه لك راهو اليوم كن اسرتان نيفو اللي بايور كثروا في تونس وما كانش فما فيلتراج معناتها كل حد يقدم ياخذ به في الوسط ما نعرفوا احنا التونسي ديما يجتهد في باش ينورنا معناها في الاحياء باهي تخلقوا العباد اللي شاسور دو بري العباد اللي عامله بروجي فيك جوست باش تاخذ به الدون للناس اللي تخدم في دوبل فونكسيون معناها عنده يخدم وتلقى عامل بروجي من هنا يفك في باي حد اخر الايكوسيستم فاق بهم معناها عامين 3 صيف فما برشا ناس برشا وجوه تحرقت والايكوسيستم اصلا ولا فايق معناها من الاول ولا يعرف شكون اللي يتعدى وشكون اللي لا لو فات اللي انت عندك الفكره الصحيحه وفاهم انت شنو لازمك تعمل راهو باش ناخذوا لازمنا نعطوا باش ناخذوا ما يكونش الهدف نتاعي راهو شكون يمولك احلى خمم في اي بروجي اللي يكون اللي فات يكون البروجي نتاعك رونتابل صديق للبيئه راهو اي ماكينه تحلم بها موجوده في اي بلاصه في العالم راهم يجيبوها لك واضح ميزات اون كونتر بارتي لازمك تصرف واضح يلزمك تبين اللي انت مستعد اللي انت باش تدخل في اللعبه نتاع الربح والخساره معناها راهو ماهوش ديما ربح فهمت راهو يمكن السنين الاولين تلقى راح يمشي في بالك اللي انت خاسر هاك علاش برشا يسالوا هل تنجم تكون المشاريع البيئيه هذه والايكو سيستيم والاقتصاد الاخضر مشاريع ربحيه ولا لا هاك علاش يمكن يخافوا اليوم من الدخول في المشاريع هذه يقول لك نجم تكون مش ربحيه على حسب شنو تنجم تاكد ما نقول على حسب
على حسب شنو انت الدومين اللي انت تفيزي فيه، ولا انت السيكتور اللي انت السيبل نتاعك شكون اللي اخترته، اللي هو نيرو يلزم شويه. ما انت لازم برشا دراسه يا اخي. احنا اليوم في هاشيكو فارم، انا نهار اللي حليت في 2022 البرودويات اللي عندي اليوم راني ما كنتش نعرفهم، اكتشفتهم في الوسط في الطريق، في انا نهار اللي حليت راهو من اول نهار حليت معايا خدامه، معناتها معايا ايكيب ونخدم في ناس ونعطي في شهري. هل دراني العباد اللي خدمت معايا دخلت لي فلوس؟ نو ماهوش صحيح. مي يعني كنت عارف انه ما نجمش تكون جيست الباتونت محلوله وانا هاني معاكم، معناها هاني معاكم لا تنسوني، ومانيش قاعد نجرب، مانيش قاعد نخسر، ومانيش قاعد ننفستي في حد شيء ونحب البروجي يوصل بيا. راه ما يوصلش بينا البروجي هكا باش نوصل نفق مسدود. في 3 سنين اللي فاتوا معناها كان نعطيك شيفر نتاع الشهري اللي خرجت من هاشيكو فارم ومن غير كونتر بارتي راهو شيفر مهول. واضح شيفر كبير برشا. السلعه اللي انا فرقتها للناس باش تجرب زاد عطيت الناس اللي هزت مني وما خلصتنيش زاد راهو شيفر كبير. فما ديفي وفما اكزاكتومون. ما كنتش نرى فيها خساره، اما ما حبستش. علاش؟ خاطر كنت تشوف في نوع من انواع الببليسيتي، خليه يجرب، ما يسالش نبيعها باقل من راس مالها، ما يسالش، مش مشكل، خليه يجرب. اليوم انا ما عنديش مشكله في التسويق، واضح. اليوم في لي ريزو سوسيو عندي اكثر من 13000 ابوني. اليوم انا هذا ما عملش سبونسورينغ باش نجيب العباد، مجرد اني نهبط حاجه السيبل هو اللي يحاوم علي. اليوم اللي جرب البرودوي نتاعي يقول الجاره غدوه جاره يجيني يكلم ويرجع لك هو، واضح. مي البرودوي ماهوش اللي وصلنا له اللي تاع البرودوي اليوم ماهيش هي بيدها عامل تاني. حسنا وخسرنا كليونات، فما ناس ما مشاش معاهم وناس قاعده تمشي، وني قاعدين نحسنوا ونصرفوا من عندنا، وديما على مش على امل انه متاكد كنت انه باش يجي نهار والبرودوي باش يخرج ولا غلطه منظم سينون لي نورم الكل، واللي باش يهز راه ما عادش يلقى فيه حتى عيب. وهذا معناها راه ما يصيرش جست بالكلام والا بال متاع بلان دافير ولا بالاكتباس، ما تنفذ. فهمت كيفاش نجم او كيفاش تشوف مستقبل الاقتصاد الاخضر في تونس اليوم بحكم انت قريب برشا للدومين؟ والله مستقبل الاقتصاد الاخضر نشوف فيه معناها في ليفل باهي ان شاء الله مستقبلا، خاصه بتوفر لي ميكانيزم اللي يعاونوا باهي. واليوم هاني قلت لك ليكو سيستيم يعطيك الفرصه باش ابدا انت ما نجحتش مش مشكل، ماهيش نهايه العالم. ساعات انت تخسر عامين تخدم في بوست انت ماكش مقتنع به، ما يصيرش اخسر عامين وانت عشت اكسبيريونس، نجم تتعرف على ناس، نجم ما لقيتش حظك في البروجي هذاك، اما تدبر بوست مع بروجي ما اكبر باهي وما تكونش خاسر. معناه جرب طونكو فما شكون يشجعني اني نبدا، ما يصيرش نبدا. بدينا في البدايه حكينا شويه على رياكسيون تاع العائله وقت اللي حكينا على لي تشالنج ولي ديفي، قلت لي راهو يبدا من لونفيرونمون، يبدا من لونتوراج. دونك العائله في الاول كانت رافضه شويه البروجي، ماهيش دايعه للبروجي، ما نلوموهمش احنا خاطر نعرفوا العقليه نتاعنا مالوغوزمون ديما نخافوا من الريسك. دونك تو بعد مده زمنيه معينه، بعد بدا فما بروغري في البروجي، فما نجاح، بدينا نستطعموا في اللذة وندخلوا في شوية فلوس، كيفاش الرياكسيون نتاعهم؟ تبدلت العقلية الحمد لله واخيرا عرفت وانتصرنا الحمد لله. لا حبوا معناها عرفت لكن بعد هذا الكل عاد ما عادش فيها، فهمت؟ ما عادش فيها. دونك راهو بالوقت معناتها ديما نقول لك تحط حاجه انت تبدا تتحدى نفسك، هو قبل ما تتحداهمش هم، راهو في الاخر انت متحدي روحك في الاخر، ما يهم فيك حد، هم جست في بالهم على مصلحتك. ديما نقول لك راهو مصلحتك انت ادرى بها باهي. يمكن زاد صدفت معايا راهي ما تصدفش مع غيري، ماهوش قاعده اللي انا عملتها ولا العكس، هو قاعده باهي انه ريسكي، اللي ما يريسكيش ما يربحش. اذا ما تجربش ما تكملش باش تعرف، ماكش باش تفهم. ديما حط الربح والخساره، ربحنا الحمد لله، خسرنا نتعدوا للي بعد. برشا شباب اليوم هاجي كيفك يحلم حتى هو، لكن ايزيتي، خايف، متردد، خاصه كي نحكيو على المجال ومشاريع الخضراء. شنو هي النصيحه نتقدمها له؟ نصيحه كيما قلت، ما خمم في فكره باهيه. اليوم راه فما ايكو سيستيم يعاون، ابدا بسيج ماكش هالعام هذا اللي باش تبدا فيه ولا عامين باش تجرب فيهم بروجي، ماهوش باش ينقصوا منك حتى شيء، وماكش باش تلقى فرصه في بلاصه اخرى ما خير لقيت اونتر طون خلي معناها وامشي وتنجم تخطف. شنو هو اللي تبدل في هيجي من 2022 لتو؟ شنو هي الحاجه اللي تبدلت؟ كل شيء تبدل في هذه الشخصيه الساعه، حتى
بدنيا قبل كنت نوزن فوق ال 200 كيلو معناها، لو كنت اوباز على الاخر. وانا احنا تو نحكوا على قصه نجاح ساعه في شخص اللي هي خساره الوزن. هاي خسرت اكثر من 50 كيلو. برافو. معناها كيفاش برشا عزيمه، برشا اراده، مش سهل على خاطر ماهوش سهل بالكل، معناها بالحق فريمون يلزم عبد ساعه شخصيته قويه باش ينجم يواجه الساعه الحاجات والعوامل الخارجيه. هو ديما نقول لهم لولا شخصيتي هذه القويه ما نوصلش اللي انا فيه اليوم. اللي فما ناس تعتبرها غرور، فما ناس تعتبرها قله تربيه، فما ناس تعتبرها كل حد كيفاش يوصفني معناها في القوه الشخصيه اللي انا عندي. ديما نقول لهم كل حد يراني من عينه هو، معناها من عين النقص نتاعه هو. ما يعني فايت احنا ما تجاوزنيش حدودنا وما قللناش تربيه ولا الاحترام نتاعنا مع غيرنا، وعندنا حريه ما فتناش الحدود نتاعنا، ماهيش قله تربيه. هذا هو ما هوني يقول لك كل حد كيفاش يحب يرى الامور ديما ينسبها لنفسه، معناها باش يرى روحه هو اللي الصحيح. مساله انه مش مساله شكون صحيح وشكون الغلط، راهو باهي مي زاد لازمك تعرف تدافع على فكرتك وما تستسلمش، خاطر راهو ساعات يجتمعوا اهل الباطل على الحق، راهو فما برشا ناس تخاف وتسلم. باهي هذا اللي ما كانش موجود عند هادي، اللي طونكوني فاهم اللي نعمل فيه ماهوش عيب ماهوش حرام، ما نظلم في حتى حد، ما نفك من حتى حد، دونك راني نحارب للاخر، نحارب بالاخر نفس وننتصر باذن الله. والحمد لله اليوم هذا معناها وصلنا وقاعدين نوصلوا ان شاء الله. ان شاء الله. قصه مزيانه برشا، قصه جديده، مغامره جديده خذتها وما زلت تخوض فيها، ان شاء الله ربي معاك وان شاء الله بالتوفيق. فقط احنا وصلنا لاخر البودكاست اليوم، كان تغزر الكاميرا وشنو الكلام اللي تحب تقوله للناس اللي تتفرج فيك؟ اللي نحب نقوله للناس اللي تتفرج فيا، اللي تعرف هادي، اللي تحب هادي، اللي تشجع هادي، حتى اللي ما تحبش هادي ما يسالش. اللي ما يحبوش هادي نقول هاني موجود، معناها هاني موجود. باهي هو راهو نشكر برشا ناس وقفت معاي حق. فما ناس معناها امنت بيا، امنت حتى بالفكره اللي خطرت في بالي، مش باللي اصلا اني نعمل فيه. نقول لهم يعطيكم الصحه، ربي يخليكم. والعباد زاد، ونشكر اكثر العباد اللي ما امنتش بي. واضح، هي سبب اليوم، هي سبب. كل حد ما انت تمسخر ولا قال لي جمله هيك حسيتها معناها نتاع ماهوش ما اي باهي نتاع، حتى ولو كان ما قاليش ما عندك وين توصل، قالها بين السطور، قالها في عيونه، قالها في نبره صوته. نقول لهم يعطيكم الصحه، بارك الله فيكم. نشكر العباد اللي مشت معناتها اجتهدت باش تكون عكس التيار معايا ولا باش تحط لي الصعوبات في الثنيه، يعطيكم الصحه. هذوما اكثر ناس اني معناها نشكر خيرهم معناها بالحق، على خاطر لولا اللي عملوه هم معايا ما كنتش يمكن نكبش ونواصل. على خاطر وقت معناها وقت اللي كثرت العباد اللي عكسي ولا العباد اللي تمشي معايا في اتجاه سلبي، ولا باش ما نقولش اعداء ولا حاجه، ماناش النطاق هذاك، لقيت برشا عباد كونتر، تاكدت اني نعمل فيه راه صحيح. والحمد لله احنا اليوم في النقطة اللي هم ما كانوا، فما ناس ما كانت استكثرتها علينا، فما ناس ما كانش تتصور ان احنا نجموا نوصل، نقولكم هنا وصلنا الحمد لله. ومواصلين الحمد لله. هيجي العمري، شكرا لك على حضورك اليوم، يعطيك الصحة على قبول الدعوة. سعيدة جدا انا بالحوار هذا، سعيد جدا حتى انا بالحوار معك. عايشك، شكرا لك. وان شاء الله معناها من حسن الى احسن، ان شاء الله غدا نشوفوك زاده في منصة تلفزيونية وفي ربي يخليك، وانت زاده ان شاء الله يا ربي نسمعوا نهار اخر اللي انت مش هاشيكو فيرم في جيبسك، تكون في الولايات الكل وتكون على شيل انترناسيونال. وانا فخوره بك برشا وايماننا كبير فيك برشا. قصه هيدي اليوم تبين انه المبادره الذاتيه تنجم تبدا من فكره محليه الى فكره عالميه، الى مشروع عالمي قاعد يلقى في صدى كبير، في نجاح كبير. انتم زاد هذا ما ينجم يزيد يشجعكم، ما ينجم كان يزيد يحثكم ويعطيكم برشا امل وبرشا اصرار وبرشا عزيمه باش تحلوا بروجي. كان انتم تحلموا باش تحلوا بروجي، حتى شيء ما يجي بالساهل، وهذا من خلال القصص اللي شفناها في بودكاست انطلاقه الكل. دونك اذا ما نتعبوش ماناش باش نلقاو، اذا ما تعترضناش ناس تحبنا وناس ما تحبناش ماناش باش نوصلوا. دونك كل الهدف لازم نوصلوا له بعد العديد من التحديات. كانت هذه قصه هيجي اليوم، حلقه من بودكاست انطلاقه، حلقه جميله جدا. استنونا في حلقه جديده، قصه جديده وانطلاقه جديده.